يا صباح التفاؤل والأمل والسعادة، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد مع يوميات حنان في المطبخ، والنهارده جايه لكم من قلب المزرعة. النهارده جايه اتكلم معاكم عن نوع من الخضروات هنزرعه مع بعض ان شاء الله، وهقول لكم كل الخطوات من البداية. اللي انا ماسكاه في ايدي ده يا جماعة، قبل ما نبدأ ونقول هو ايه، يا ريت تصلوا على النبي وما تنسوش لايك وشير وتعليق حلو منكم كده ليوميات حنان في المطبخ. اللي أنا ماسكاه ده حاجة اسمها شتلة، شتلة إيه بقى؟ شتلة كرنب. يعني إحنا النهارده هنزرع الكرنب مع بعض. عايزة أقول لكم عشان أنا أعمل لكم الفيديو ده كامل متكامل من البداية لحد النهاية، لحد ما ناخد المنتج بتاعنا كمان، أخد وقت كتير طبعًا. فيالّا نشوف النهارده إحنا عملنا إيه. رُحنا المشتل وقُلنا له عايزين شتلة كرنب، ادّانا الشتلة في الكرتون ده أو الفِل ده، الفلين بالشكل ده. وإحنا بقى بدأنا نزرعها في الأرض، زي ما أنتم شايفين كده هي بتيجي بالشكل ده. بتعملي مكان كده في التربة، وبعد كده بتنزّلي الشتلة زي ما أنتِ بتاخديها كده من الفلين، وبعد كده تحطيها في التربة على طول. تمام يا ست الكل. وبعد كده طبعًا بنسقيها بمَيّة، وعايزة أقول لكم كل حاجة أنتم عايزين تعرفوها عن الكرنب هتلاقوني كاتباها في الdescription. يعني بيتزرع إمتى، وإيه الوقت اللي بيتزرع فيه، وإيه الأرض المفروض إن هي التربة تكون مؤهلة للنبات ده، وإيه المبيدات اللي أنتِ بترشيها للأرض والسماد، وكمان بيشرب مَيّة قد إيه، وبيتحط له سماد كل كام فترة، والكلام ده كله، لحد ما بيطلع معاكِ المنتج الجميل اللي أنتِ زارعاه بإيدِك، ويطلع كده المحصول قدّام عينِك. عايزة أقول لِك إن إحنا عاملين كمية صغيرة، وكمان ما استنيتش طبعًا عشان أنزّل لكم الفيديو، ما استنيتش طبعًا إن حجم الكرنبة تبقى كبيرة، لأ طبعًا كان لازم أنزّل لكم الفيديو بدري، وهنا دقِّت ساعة جمع الكرنب. خدت كام كرنباية كده صغيّرين علشان بس أورّيكم النتيجة اللي إحنا زرعناها بإيدينا. عايزة أقول لكم للأمانة إن الكرنب ده فعلًا حقيقي اللي أنا زرعته بإيدي، ففرحانة جدًا ومبسوطة إن أنا زرعت حاجة بإيدي وأخدت منها محصول. عايزة أقول لكم تقدروا إن أنتم تستغلوا السطوح عندكم أو البلكونة، أي مكان فاضي عندِك تقدري تزرعيه في البيت، ما تشتريش خضار أصلًا من برّه. طبعًا كلنا عارفين غلاء الأسعار الحاجات الكوارث اللي حصلت في البلد دي الفترة الأخيرة. تقدري إن أنتِ بحاجات بسيطة جدًا تقدري يعني عايزة أقول لِك بمبلغ بسيط جدًا، يعني 200 جنيه تقدري تزرعي بيها كل الخضار اللي أنتِ عايزاه في البيت. عايزة أقول لكم إن الشتلة دي رخيصة مش غالية. هاكتب لكم أسعارها، وهاكتب لكم تجيبوها منين، كل حاجة في الdescription، وهاسيبكم دلوقتي في رعاية الله، والسلام